ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير وبسعادة يا رب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. طبعا عملت بومبار القمر دوت. والله عيالي يا جماعة بيقولوا لي، البنات عندي بيقولوا لي يا ماما بجد والله البومبار بتاعك احلى من المطاعم بره. فانا عايزاكم برضو تجربوه وتقولي في الكومنتات فعلا انا البومبار بتاعي طريقتي احسن من البومبار اللي بتاع المحلات ولا لا. بس يعني دي شهادة بناتي. زي ما انتوا شايفين طبعا البومبار الجميل دوت. والله يا جماعه اقول لكم على سر اسرار كده رهيبه بجد، هتخلي معاكم البومبار اللي يذوق منك هيقولك انت عاملاه ازاي. يلا بينا نشوف الطريقه على طول يا امارات يا حلوين. زي ما انتوا شايفين طبعا معايا كده معلقه ونص من السمنه او الزيت، طبعا ممكن تحطي 4 معالق من الزيت او 6. المادة الدهنية دي ترجعلك. انا كانش متوفر عندي زيت، كان خلصان فحطيت سمنة. ومعايا بقى بصلاية كده متوسطة متقطعة مكعبات، وهنزل بيها لما السمنة تسيح زي ما انتوا شايفين. هي السمنة الصراحة بتدي تطعيمة حلوة قوي للمحشي او البومبار. فانا بقالي فترة يعني كنت بقى بعمل محشي بالسمنة، الصراحة بيطلع جبار. وده معايا فلفل كده اخضر او احمر، بس متوفر عندي اخضر. ده كده معلقتين او 3 معالق يعني على حسب ما انتي تحبي. ده يعتبر 3 معالق من الفلفل اللي كده. ده فلفل بارد، بس ما شاء الله بيدي تطعيمه رهيبه يا جماعه بجد. طبعا من ايه كل كده حبه كل دقيقه كده بقلب عشان يديني اللون كده حلو كده. ايه ابتدى اللون ايه؟ بقى لون اصفر كده فاتح، والبصل كده تحسيه كش شويه. معايا بقى كيلو ونص من الطماطم معصورين زي ما انتم شايفين كده، وهننزل بيهم بقى. طبعا في المرحله دي ما بتيجي تنزلوا بتنزلوا بالطماطم بتوطوا النار، علشان ايه البنات الصغيرين كده ما يطرطش في وشهم حاجه لا قدر الله. وسمي بالله كده قولي اللهم اجرئنا من النار. وطبعا كده رجيت الشفشق كده مكان الطماطم اللي فيه بكوبايه ميه كده زي ما انتوا شايفين دلقته عليه. وبعد كده بقى هنزل بالتوابل. معايا معلقتين صغيرين ماجي، ونص معلقه صغيره فلفل اسود، ومعلقه صغيره كمون، ومعلقه ونص بابريكا، ونص معلقه شطه، وربع معلقه كزبره زي ما انتوا شايفين. التوابل سهله وبسيطه خالص ونزلت بيها كلها. ومعايا نص معلقه صغيره ملح ونص معلقه صغيره ملح، يعني يا جماعه 4 تنصاص ملح زي ما انتوا شايفين. انا بقول كل التفاصيل عشان البنات الصغيره اللي بتعمل الطريقه كده من اول مره يدعوا لي كده دعوه حلوه من قلبكم، واكتبوا لي كده كومنت حلو وقولي فيه تسلم ايديكي. بجد بيساعدني كتير قوي لما بتكتبي لي كده كومنت حلو كده، بجد ببسط جدا. واغطي بقى ايه التسبيكه لحد ما تتسبك. معايا بقى البومبار دوت انا جايباه كده اللي هو الرفيع. طبعا انا بجيبه من عند بتاع البومبار، بقول له عايزه بومبار، هو بينضفولي طبعا اسهل. بينضفولي بيكحتولي وبيقلبهولي، بيخلي الناحيه اللي فيها الدهون من جوه زي ما انتوا شايفين. ده اسهل ليكي والله. وبعد كده انزلي كده، انا نزلت بنص كوبايه من الخل الابيض، وعليها بقى معلقه كبيره من الملح. في ساعتها هغسله طبعا في مصفى كده تحت الحنفيه على طول، مش هنقع تماما. لان يا جماعه لو نقعت الملح مع الخل في قلب البومبار، اللي هيحصل في البومبار اللي هو هيتهري. فهتيجي بقى ايه مش هتلاحظي دلوقتي الواد هرا، هطلع لما تيجي تسويه هتلاقيه كله فرقع منك في قلب الحله، يتعبك كله اترمى في الارض. امشي على نفس الخطوات، تابعوا الفيديو للاخر عشان ما يفوتكمش ولا تفصيل صغير. تابعوا الفيديو للاخر اهم حاجه، وركزوا في كل تفصيل بقوله. زي ما انتوا شايفين طبعا شطفت البومبار كويس جدا 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 من اي، طبعا انت فصلت عشان الفيديو ما يبقاش طويل عليكم. بس انا قعدت اشطف فيه كتير لحد ما نزلت منه اي ملح واي خل، وبشيل طبعا البومبار كله من ايديا وافضي المصفى، وارجع احطه واغسله تاني لحد ما خليت البومبار ما فيهوش ملح وخل تماما 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 عشان الزفاره اللي فيه. وبعد كده بقى ليمونتين كده وانزل بيهم على البومبار، عشان دي برضو الليمون ده بيشيل اي زفاره. وبحطه في المصفى وتحتيها طبق عشان لو في اي ميه او اي حاجه تنزل فيها. زي ما انتوا شايفين وعصرت الليمونتين، وهقلبه واسيب القشر عليه عشان كده يبقى مفيهوش اي زفاره. طبعا كل كده ايه حبه كده بعري الغطا وبقلب التسبيكه، وارجع اغطيها تاني لان احطها على عين عاليه. في الاواخر وطيت عليها عشان ما تتحرقش، سبتها نار هاديه فتسبكت تماما. اهم حاجه تسبكوا التسبيكه تماما. ومعانا كده كيلو من الرز البلدي المصري زي ما انتوا شايفين، تنقوه من اي حاجه مش نظيفه فيه، وبعد كده بتغسليه غسلتين زي ما انت شايفه. اهم حاجه يا جماعه اهم حاجه تغسلوا الرز غسلتين عشان النشا اللي فيه زي ما انتوا شايفين كده. ابصوا صفوه بقى
اهم حاجه صفوه من اي ميه. طبعا ما تنسوش يا جماعه اللايك والاشتراك في القناه عشان يوصل لكم كل جديد من مطبخ ايه، وتعليق حلو كده تقولي فيه تسلم ايديكي. زي ما انتوا شايفين بقى كده. وطبعا صفيت الرز من الميه، وبرده ايه بطلع بين كف ايديا كده الرز، بحس لو في اي ميه تتصفى من ايديا برده، عشان احنا مش عايزين اي سوائل خالص في قلب الرز. زي ما انتوا شايفين في الطبق اللي احنا ايه هنشتغل فيه. بصفي طبعا الرز من الميه كويس، مفيش اي ميه خالص فيه، عشان يبقى ايه ملاقيش سوائل وانا بحشي كده. كده ايه اعمل كل كميه الرز بنفس الطريقه. معايا بقى يا جماعه 3 ربط من البقدونس، ومعايا ربطه من الشبت. هو المفروض شبت وكزبره وبقدونس، بس هو يا جماعه ايه كان احنا في عيد بقى والحاجه متوفره بالعافيه يعني. فانا اخدت كده شويه وسبت شويه صغيرين عفرتهم كده تحت البومبار، واخدت بقيه الكميه حطيتها على الرز. طبعا النعناع الاخضر ده يا جماعه بجد رهيب، بتمسكيه كده بتقطفيه وبتغسليه غسله كويسه جدا جدا. اخدت كبشه كده كبيره بين ايديا كده وقطعتها. لو ما عندكيش اخضر حطي معلقه كده كبيره من النعناع الناشف. زي ما انت شايفه اخدته كده قطعته عشان يدي تطعيمه ويبقى يكتر بين الخلطه. وشويه الباقيين دول بقى نسيبهم كده في طبق ونفضيهم ونحطهم في التلاجة. بينشف يبقى جميل قوي يا جماعه، بجد جربوه هتلاقوه ناشف. بعد كده حطوه في علبه تشربوه بقى بألف هنا وشفا. ومعايا قرنين من الفلفل الرومي متقطعين، ومعايا قرنين من الفلفل الحامي زي ما انت شايفه. وبعد كده انزل بقى بالتسبيكه اللي احنا سبكناها مع بعض. احسن ما تحطي بقى النعناع تحت مروحه والكلام ده، جربيه حطيه في التلاجة لمده يوم كامل كده، تاني يوم تلاقيه نشف وبقى جميل قوي، او يومين. وتفضيه بقى في برطمان وتعملي منه احلى مشروب نعناع في الدنيا. طبعا نقلب المكونات مع بعضها كويس جدا جدا، نخليهم يمتزجوا مع بعض كويس. طبعا قولوا لي كده في الكومنتات حابين مثلا اكله ايه معينه مثلا اعملها لكم، على عيوني والله اعملها لكم. وقولوا لي كمان بتتابعوني من انه بلد. طبعا انا فصلت كده عشان ايه الفيديو ميبقاش طويل عليكم، وقعدت اقلب شويه بحيث المكونات تمتزج مع بعض كويس. طبعا البومبار انت اللي بتحديه حجمه بقى، حبه صغير حبه كبير، انت اللي بتحديه الطول بتاعه قد ايه. انا بحب طوله كده، ممكن انت مثلا تحب طوله اقصر شويه اطول شويه، كل واحد على حسب هو بيحب طول البومبار قد ايه. زي ما انت شايفه طبعا زي ما موضح قدامك، الصباع ده والصباع ده انا حطاه، والصباع الكبير بيمسك القطعه بتاعه البومبار، وبالايد التانية بشتغل بيها وبحشي. طريقه سهله وبسيطه خالص لحشو البومبار زي ما انت شايفه. ده طبعا البومبار الرفيع، انا بصراحه بحبه قوي، مش بحب البومبار الوسط ولا التخين، انا بحب البومبار الرفيع. والاسهل يا جماعه انكم تجيبوا البومبار من عند الراجل متنضف، والله بيسهل عليكم جدا ان انت تجيبيه في البيت وتنضفيه. ده اجهاد كبير وممكن كمان يتقطع منك، هو بيعرف يكحته بطريقه ما يبوظهوش، فانت لو كحتيه ممكن يبوظ منك. فهو الاسهل انت تجيبيه ودوبك تغسليه بس وتشتغلي فيه، ويوفر عليكي تعب ومجهود كمان زي ما انت شايفه. برضو انا ايه طبعا الحته اللي انا اخدتها دي كانت طويله، فحاولت انزل الرز لتحت منزلش، فقمت جبتها من الناحيه التانية وحشيت. وطبعا يا جماعه مهم قوي ان البومبار يكون متبطط، ما يكونش مليان عشان ما يفرقعش منك. من عوامل فشل البومبار ان هو يفرقع منك ويفشل معاكي انه ما يكونش مليان، يكون مليان سوري. طبعا اهم حاجه يكون في مصفى وطبقه تحتيها، بحيث اي سوائل تنزل من المصفى تحطي فيها البومبار. زي ما قلت لكم طبعا لازم تكون متبططه وما تكونش مليانه يا جماعه، ده مهم جدا جدا جدا. اعملوا كل معلومه بقولها ان شاء الله، ان شاء الله باذن الله هتعملوا احلى بومبار ممكن تاكلوه في حياتكم زي ما انتوا شايفين. بصوا يعني سهل وبسيط خالص، انا اسهل من كده ما شفتش. تحطي صباعك الصباعين دول هنا والصباع الكبير بيمسك. طبعا زي ما انتوا شايفين بتنزلوا كده، وبعد كده بتشدي بتنضفي من هنا ومن هنا. وبرده لما بتيجي تعملي الحركه دي انت بتفردي الرز في قلب البومبار، لازم يكون متبطط زي ما موضح قدامكم في الفيديو كده. لازم يا جماعه يكون متبطط، لو مليان هيفرقع معاكي وهتلاقي نفسك تعبك كله راح على الفاضي. زي ما انتوا شايفين رجعت لكم طبعا بعد ما عملت كل الكميه وبقى رز. طبعا ده نص كيلو من البومبار يا جماعه، والحته الصفرا اللي انا وريتها لكم دي كانت حته باقيه عندي من شهر رمضان. طبعا زي ما انتوا شايفين طبعا دي حله على النار كده بتغلي،
اهم حاجه تكون ميه بتغلي وعلى نار صغيره، اصغر عين عندك حطي اسلقي عليها البومبار، لان البومبار مش بيحب النار العاليه هيفرقع معاكي. وكمان من عوامل فشل البومبار ان الميه تكون متعريه عليه، ما تكونش مغطياه. يعني 3 عوامل يا جماعه قلت لكم عليها، انكم ما تملوش البومبار تخلوه متبطط. تاني حاجه ما تخلوش النار عاليه، تكون نار يعني صغيره او توطوا عليها. تالت حاجه تكون الميه مغطياها، ما ينفعش الميه تكون متعريه من عليها. دول 3 حاجات يا جماعه ضروري تعملوهم. طبعا الرز اللي اتبقى ده ممكن تجيبي فلفل او كوسه وتحشيه، بيبقى تحفه قوي يا جماعه. يعني الرز اللي اتبقى عندي ده مش هنرميه، انا هحشي بكره، هعمل بيه حاجه بكره، ونحمر جنبه شويه بطاطس، هنمشي نفسنا بكره. يعني مش لازم كل يوم نفتي، يعني يوم كده ويوم كده عشان الدنيا تمشي. طبعا زي ما انتم موضح قدامكم، انا بمسك الطرفين قصاد بعض وبحطهم في قلب الميه المغليه. مجرد ما بمسك الطرفين واحطهم في قلب الميه المغليه على طول مع السخونيه الطرفين بيقفلوا على طول. طبعا بعد مرور نص ساعه كان البومبار استوى. اوريكم طبعا موضح قدامكم ان البومبار في واحده فرقعت، لان ده البومبار بتاعها كان الحته اللي كانت في شهر رمضان دي اصلا ما كانتش حلوه. طبعا زي ما انتم موضح قدامكم الرز استوى اهو. بصوا انت بتبقي عايزه تعرفي ازاي البومبار استوى معاكي، مالكيش دعوه من اللي بره، ليكي دعوه بالرز اللي جوه. فانت بتشوفي حبات الرز، بتطلعي كام حبايه كده من بره، لقيتيه استوى خلاص نشيليه بقى من قلب الميه واطفي عليه. اطفي بقى ونشيليه في قلب طبق كده واسع وسيبيه يبرد. ما تطوليش عليه عشان كل ما بتسيبيه على النار هيفرقع معاكي، لانه هيستوي قوي فهتبصي تلاقيه فرقع. فحرام ما تضيعيش تعبك على الفاضي. زي ما انت شايفه هي دوبك بس الحمد لله واحده بس هي اللي فرقعت، كميه البومبار كلها زي الفل. طبعا انا سبته كده ربع ساعه كده يبرد، وبعد كده قليته. كنتش مستعجله يعني عليه في القليه. والاحسن تقليه وهو لما يبرد عشان ما يقعدش يطرطش في وشك لا قدر الله. وطبعا اهم حاجه يكون الزيت سخن يا جماعه. طبعا لو مش عارفه الزيت سخن ازاي، بتحطي كده شويه دقيق صغننين بين اصابعك كده الاتنين، زي رشه الملح كده. لو لقيتي الدقيق عمل فوران في قلب الزيت، يبقى هو الزيت معاكي سخن وتقدري تنزلي بالبومبار. طبعا بياخدش وقت كبير يا جماعه في القليه. اخد لون بسرعه اهو زي ما انت شايفه. قلبته بقى على الناحيه التانية، هقلبه برضو على الناحيه التانية ياخد لون، وبعد كده اطلعه وبألف هنا وشوفة على قلبكم يا رب. زي ما انتوا شايفين. بالراحه بقى، سمي بالله، قولي اللهم اجرنا من النار. بالراحه كده وانت بتصفي، بالراحه جدا، تكوني هاديه وانت بتصفي، ما تكونش بتصفي جامد قوي عشان ما يوقعش منك في الزيت لا قدر الله. خلي بالك وانت بتعملي الخطوه دي. زي ما انت شايفه الصينيه بقى طلعي فيها جنب كده على البوتاجاز. بسم الله ما شاء الله، كل الكميه دي بنص كيلو، حته بقى عندي من رمضان. بس كيلو، انا كنت عامله كيلو رز. ساعات والله الاقي كيلو رز، يعني اعمل نص كيلو بومبار، البومبار يعني الرز يخلص والبومبار هو اللي يتبقى. وساعات العكس يعني يا جماعه. فزي ما انتوا شايفين طبعا قليته كده، طبعا ما خدش حاجه معايا، بياخد لون من الناحيه دي بقى ليه من الناحيه التانية. وطبعا قليت الكميه كلها. وتعالوا بقى طبعا رشيت كده شويه من الخضره اللي احنا اتبقت مننا، سيبنا شويه كده عشان نزوق بيهم كده ويدي منظر حلو. وبرده الخضره دي بتتاكل بتبقى طعمها حلو قوي يا جماعه. وبترصي بقى كده في سرفيزين او في سرفيس كبير اللي انت حابه. بس هو السرفيزات عندي مش كبيره قوي، فقسمت كميه البومبار على سرفيزين، وارش كده شويه من الخضره كده على الوش، بتدي منظر جمالي حلو قوي يا جماعه. بجد منظر، يعني الخضره بجد بينقل الشكل يا جماعه. المنظر تاني جميل جدا بحاجه بسيطه، سبحان الله كل حاجه بتبقى جميله. زي ما انتوا شايفين بسم الله ما شاء الله، اللمعه وطري من جوه، الفلفل والخضره الكتير والنعناع مديله طعم كده تيست حلو. ما تقلقيش النعناع مش باين فيه، يا دوب كده تيست بسيط قوي جدا باين فيه. ايه اللي هياكل البومبار من ايدك مره هيقولك اعمليه مليون مره. وعملنا جنبه بانيه، طبعا تقدري تعملي جنبه اي حاجه بتحبيها.